عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، محدش بيصور خيبته، بس انا صورتها لكم عادي عشان انا كنت صورت فكملت لكم عشان ما تقعوش في نفس الغلط اللي انا وقعت فيه. تمام. ان احنا هنعمل فرخه كامله شوايه. هنا معايا بصلايه وطماطمايه وفلفلايه، ممكن تحطي بدل الفلفلايه البارده واحده حراقه او مثلا اللي هو الاحمر. ومعايا البهارات، معلقه صغيره توم باودر وبصل باودر وبابريكا. بهارات الفراخ بتاعت باب الشام بتبقى مشكله من كل حاجه، خطيره حلوه قوي. وملح وشويه روزماري. تمام. ضربتهم في الكب، انا شايفه فاصله بين الجلد واللحم. ومسكت بقى الخلطه اللي انا عاملاها، دعكت الفرخه من جوه ومن بره وسبتها حوالي ساعتين. لو انت سبتيها من قبلها بليله كامله بتبقى احلى واحلى. انا سبتها حوالي ساعتين. تمام. حطيتها بقى في التلاجة. هنا بقى انا هعمل الرز اللي بالكبد والقوانص. هنا لحد هنا الدنيا تمام. حطيت هنا بصلايه، حطيت عليها زيت، عايزه تحطي سمنه براحتك. ونزلت بالقوانص الاول، شوحتهم تشويحه. بعد كده نزلت بالكبده. بعد كده غسله حوالي نص كوبايه رز. حطيت فلفل اسود ونص معلقه صغيره قرفه. والقرفه هنا بتنقل الطعم في حته تانية، جربيها، خطيره في حشو الفراخ والسمان تقدري تعمليها للبط، للفراخ البلدي، لحمام، اي حاجه. ونزلت بالملح بس. وحطيت الرز. وبعد كده رحت ساقيه ميه ساقعه. عايزه، انا كنت يعني مستعجله ساعتها وما كنتش غليت ميه. حطيت ميه عاديه من الحنفيه. انت بقى ممكن تحطي ميه من الكتل. وده كان شكله، سبته يبرد عشان احشي بالفرخه. هنا بقى انا عملت غلطه انت ما تعملهاش. انا حشيت الفرخه وكانت تحفه تحفه تحفه. وكان الرز اللي جوه خطير، كل حاجه كانت فيها حلو. بس الصدر فرقع مني. انا حشيته وحطيتها في الكيس الحراري. انا قلت مش هيفرقع عشان هي في الكيس الحراري، وكانت الحته دي مقطوعه لو انت واخده بالك. فانا حطيتها، لما حطيتها في الكيس الحراري انا في نص التسويه بشوف الفرخه، رحت قلباها على وشها، راحت مفرقعه. لو انت عملتيها كده زيي، ما تحطهاش على وشها، خليها كما هي كده، ما تقلبيش الكيس، فهماني؟ وبس كده. وحطيتها في الكيس الحراري وربطت رجليها وخيطتها. وهنا حطيت ميه سخنه ودخلتها الفرن على درجه حراره 220 لمده ساعه ونص. انا الصراحه سبتها ساعتين الا ربع عشان احنا بنحبها مستويه بزياده، فهماني؟ انت ممكن التسويه دي على حسب راحتك انت. وده كان شكلها، ومحدش يبص للمنظر، بس طعمها خطير والله العظيم. انا حبيت اصور لك بس اللقطه اللي باظت مني فيها. ورحت محمراها تحت الشوايه وفتحتها زي كده. وده كان الفيديو بتاعي. اشوفك فيديو جديد. مع